تعرف يا صديقي مين أكتر مدرب حصولا على البطولات في تاريخ كرة القدم؟ وفي الفيديو ده هنستعرض معاكم أكتر 5 مدربين تحقيقا للبطولات على مدار التاريخ. ومعانا في المركز الخامس البرتغالي المخضرم والسبيشال 1 جوزيه مورينيو، واللي ابتدى مسيرته سنة 1987 واللي قدر خلال مسيرته ان هو يحقق 26 بطولة. ومعانا في المركز الرابع المدير الفني فاليري لوبانوفسكي، المدير الفني الملقب بأبو الكرة الأوكرانية، واللي مسيرته التدريبية استمرت لمدة 40 سنة، قدر خلالهم انه يحقق 29 بطولة. ومعانا في المركز الثالث المدرب الاسباني الشهير وصاحب الارقام القياسيه، واللي ابتدى مسيرته التدريبيه سنه 2007 وهو بيب جوارديولا، واللي قدر خلال مسيرته التدريبيه ان هو يحصد 34 بطوله، واخر بطولتين حصل عليهم كانت بطوله دوري ابطال اوروبا وبطوله السوبر الاوروبي. ومعانا في المركز الثاني المدير الفني الروماني المخضرم ميركو لوتشيسكو. ميركو لوتشيسكو الروماني القدير، واللي مستمر في التدريب منذ 44 عام وحتى الآن حقق أرقام قياسية عديدة، وأبرزها طبعا تحقيقه للمركز الثاني اللي متواجد في إحصائية النهاردة برصيد 37 بطولة. توقع معايا يا صديقي مين هو المدير الفني بطل فيديو النهاردة وهو المدير الفني الأكثر تحقيقا للألقاب في التاريخ. ومعانا في المركز الأول المدرب الأعظم في التاريخ وصانع أمجاد مانشستر يونايتد السير أليكس فيرجسون. السير أليكس قدر خلال مسيرته التدريبية اللي استمرت 39 سنة إن هو يحصد 49 بطولة، وبكده السير أليكس صاحب الرقم القياسي وهو أكتر مدرب قدر يحقق بطولات في تاريخ كرة القدم.